بيبدأ الفيلم في الوقت اللي كان شعب منطقة هان بيعيش في خوف شديد جدا، وبيتم ممارسة طقوس غريبة في المعهد. في الوقت ده بنشوف الكاهن مورينج وهو بيكلم يوكي وبيطلب منها تستخدم قوتها، فبتطلب منه يصبر شوية. وفجأة وأثناء ما كان باقي الكهنة بيتدربوا وبيمارسوا الطقوس بتاعتهم بنشوف إن البوصلة الخاصة بالوحش بدأت تتحرك، فبيعرفوا إن الوحش قرب عليهم، ورغم خوفهم منه بيبدأوا كلهم يستعدوا وبياخدوا وضعية القتال. وأول ما بيتفتح الباب بتاخد يوكي الصولجان وبتحدفه ناحية الوحش، وفي اللحظة دي بنشوف باتونج اللي لحسن حظه لحق نفسه في الوقت المناسب قبل ما الصولجان يخترق دماغه، وبيعرفهم انه مش الوحش ولا حاجه، وانه تابع لمعبد سين كوان، والمعلم بتاعه هو اللي بعته علشان يقبض على الوحش. واثناء ما كان بيتكلم مع مورينج فجاه ارض المعبد بتتشق، وبيعرفوا ان ده مكان الوحش، وبيبداوا كلهم يستعدوا وبيحاصروه من كل مكان. وبيستخدم مورينج قوته مع الكهنه وبيحاولوا يمنعوا الوحش ده من الخروج عن طريق شباك محطوط عليها اختام، لكن الوحش بيقدر انه يبعدها عنه بكل سهوله، وبسبب قوته المهوله بيقدر انه يخطف 2 من الكهنه لتحت الارض وبيقتلهم بكل وحشيه. بعد كده بيرمي عظمهم والكل بيكون في حاله خوف وتوتر، وبتكون يوكي مصدومه من اللي حصل ومش عارفه تعمل اي حاجه، والكل بيبدا انه يهرب ويبعد، لكن باتونج ما بيكونش مهتم ولا حتى خايف، وبيبدا انه يهدي كل اللي حواليه وبيطمنهم. فبيطلبوا منه يخلصهم من الوحش باي طريقه، وهم هيدفعوا له فلوس كتيره قوي لانهم اغنياء. وفجاه الوحش بيخطف باتونج هو كمان، فبيصيبهم الخوف اكتر وبيطلعوا كلهم بره المعبد، لكن الارض بتتشق وبيكون الوحش محاصرهم من كل مكان. فبيحاول مورينج انه يعمل اي حاجه ويستخدم قوته، ولكنه بيكون ضعيف جدا مقارنه بالوحش ومش بيقدر يعمل اي حاجه. وبتظهر ايد الوحش العملاق اللي بيبدا يخطف الكهنه واحد ورا التاني، وسكان المدينه لما بيعرفوا بيبداوا كلهم يهربوا وبيتخلوا عن بيوتهم وكل حاجه. وفي اللحظه دي بيظهر الوحش العملاق تحت الميه، لكن مورينج مش بيستسلم وبيروح هو وباقي الكهنه اللي عايشين عند الجسر علشان يواجهوه، لكن محدش بيقدر وبيهجم الوحش عليهم وبيكسر الجسر وبيقضي على مورينج. وبيكون باتونج فوق ظهر الوحش بيحاول انه يتحكم فيه، وبينصح الكل انه يهرب باقصى سرعه، وبيقدر باتونج انه يرمي قنبله على الوحش اللي بيبدا يتعصب وبيكسر في كل حاجه حواليه. وفي اللحظه دي بتظهر يوكي وبتقرر انها تنضم للقتال وبتضرب سهم على الوحش، لكن السهم بيجي في باتونج اثناء ما كان بيحاول ينقذ واحده عجوزه، فبتضرب عليه سهم تاني وبتقدر انها تصيبه في عينه وبتقتله، وبتطلع على ظهره بكل شجاعه وبتجرحه، لكن قبل ما الدم يخرج من جسمه بيجري عليها باتونج وبيحميها. وبنعرف بعد كده ان دم الوحش لو لمس البشر بيسبب حروق وبيسيح الجلد، لكن يوكي ما بتكونش خايفه وبتطلع على ظهر الوحش مره تانية، وبتقدر بحركه سريعه تسحب عمود الفقري كله. اما عن باتونج فبحركه سريعه بيقدر انه يبخر باقي الوحش في لمح البصر، وبيروح للمعبد عند عمه والمعلم بتاعه، وبيشوف التدريبات اللي بتحصل بخصوص الاعمال التجاريه. وفي اللحظه دي بنشوف جيندو وهي بتمارس الطقوس بتاعتها وبتضحك بينها وبين نفسها ومبسوطه لانها قدرت تنفذ خطه كسبت فيها $7000. وعلى الجانب الاخر يوكي وصاحبتها سوزي بيوصلوا لمكان زي المعمل الخاص بيهم كده اللي بيعملوا فيه تجاربهم، وبيكون معاهم العمود الفقري بتاع الوحش، وبتبدا سوزي تحط فيه جهاز غريب كده بيبدا يستخلص منه ماده غريبه، والماده دي بتمد الالات بشكل عام بالطاقه، وفعلا بتبدا الالات تشتغل. وبنرجع فلاش باك بالزمن وبنعرف ان يوكي وباتونج كان في بينهم علاقه حب زمان، لكن بسبب انهم لما طلعوا لتنظيم السما كسروا شويه قواعد ما كانش ينفع انها تتكسر، خصوصا لما قرروا انهم يحبوا بعض ويدخلوا في علاقه، وده كان غلط كبير قوي ندمهم بعدين جامد جدا. وبما انهم تابعين لنفس الديانه بتقرر الالهه انها تعاقبهم لما بيعرفوا بعلاقتهم، وبعد اجتماع طويل قرروا انهم يخففوا مده الحكم من 300 سنه سجن للحكم عليهم بمشروب لما بيشربوه بينسوا كل الحب اللي كان بينهم، لان في اعتقادهم ان الحب ده بيولد الكوارث والمصايب. وبالفعل بيضطر باتونج انه يشرب، لكن يوكي بترمي المشروب وبتهرب وبتقرر انها تتعايش مع الوضع وتحاول انها تنساه مع الوقت، لكن بالرغم ان عدى على القصه دي اكتر من 1000 سنه الا انها لسه فاكره كل حاجه لحد دلوقتي ومش قادره انها تتخطى، وبتكون بتحبه جدا لدرجه انها بتتخيل وبترسم سيناريوهات في خيالها وهي بتقابله، ومره وهي في حرب ضحت بنفسها علشانه. وفي اللحظه اللي بيكون باتونج قاعد فيها بيفطر في امان الله بيجي شخص بيحاول انه يتعرف عليه ولكنه مش بيكون مهتم، وفجاه مرات الشخص ده بتتحدف من فوق البيت وبتقع في الشارع، وبيكون في شخص بلطجي هو اللي اتعدى عليها وبيتعدى عليه هو كمان وبيضربه، فبيحاول انه يحمي مراته، لكن البلطجي بيكون على وشك انه ينفذ ركله قويه جدا ليهم، فبيتصدى له باتونج بكل شجاعه وبيقدر انه يعوره في رجله بشعره الحاد، فبيتعصب جدا عليه وبيهجم على باتونج بالسكاكين، ولكنها مش بتاثر فيه نهائي وبتترد بشكل سحري للبلطجي وبيطعن في ظهره، فبيتاسف لباتونج وللكل وبيوعدهم انه مش هيحصل كده تاني. فبحركه سريعه من باتونج بيقدر انه يبخر كل السكاكين دي وبيشفيه، وكل اهالي المنطقه بيشكروا باتونج على وقفته معاهم. بعد كده بيروح للبار علشان يروق باله شويه، وهناك بيشوف يوكي وهي في سباق خاص بالتصويب بالسكاكين، وبتكون مهارتها في التصويب عاليه جدا، وبتتحدى باتونج بكل برود لكنها بتقدر انها تفوز عليه، وبيقضوا وقت
وقت ممتع مع سكان المدينة. ولما بيقعد باتونج مع يوكي بنعرف انه شغال راهب بقاله 8 سنين تقريبا، وهي كمان بتعرفه انها اختارت تكمل في المجال ده لانها بتدور على شخص وبتحاول انها تلمح له اكتر من مرة، لكنه طبعا لانه شرب المشروب اللي خلاه ينسى يعني ايه حب اصلا مش بيكون مركز خالص. واثناء ما كان بيتجول في الغابة وهو سكران بيشوف مجموعة من الناس بيتمشوا، لكن بنت منهم اسمها تشاو بتلاحظ باتونج وهو سكران، وفجأة بتفتكر له موقف حصل له زمان لما كان بيهاجم التنانين والوحوش لوحده، وانه شخصية قوية جدا وكمان ساعد تعبان انه يتخطى الحاجز علشان يقدر يعيش عن طريق انه خلاه يشرب شوية من دمه وعداه وانقذ حياته، وبيبدأ الدم يجري في عروقها اول ما بتفتكر. وعلى الجانب الاخر بنشوف الاب لاوتنج والبنات الخدام وبيسألهم عملوا ايه في المهمة، فبيعرفوه انهم حاولوا اكتر من مرة يتقربوا من الامبراطور اكتر من مرة، خصوصا لما كانوا بيلاحظوا ان طاقته قلت وبيكونوا ناويين يسمموه، لكن بسبب قوة جسمه بتظهر قوة غريبة بتمنعهم انهم يعملوا كده وبتفشل مهمتهم، لان الروح اللي في جسم الامبراطور بتقدر تحاربهم. وبيبدأ هو والبنات يفكر في خطة للهجوم عليه في الوقت المناسب، وبنفهم من كلامه ان لو الخطة اتنفذت بالشكل المطلوب هيقدر يخلي العالم كله تحت سيطرته. وفجأة 2 من البنات بيبدأوا يتحولوا لكائنات مرعبة جدا وقوية وبينزلوا تحت الارض. اما باتونج فبيكون في المعبد وبيتكلم مع عمه وبيكون متضايق، فبيسأله لو كان في حاجة مأثرة على نفسيته، وبيقرر انه يروح للآلهة ويسأل عن اي حاجة غلط عملها، لكن محدش منهم بيديله اي رد فعل وبيتجاهلوه، ومش بيكون قدامه حل غير انه يروح لتمثال بوذا، وساعتها بتديله تلميحة بسيطة عن حاجة حصلت له زمان في تنظيم السماء. وفجأة بيدخلوا الحراس المكان وبيضربوا باتونج، لكن بسبب سحره اي ضربة بتيجي فيه مش بيتأثر وهم اللي بيتضروا. وفجأة واحد منهم بيتضرب على دماغه وبتتشق وبيطلع منها شعاع غريب متصل بالسماء، وبيتحول بعد كده لنمر شرس جدا، وبركلة واحدة منه بيطير الحراس وبيفقدهم الوعي. لكن الغريب انه مش بيهجم على باتونج وبيعرفه انه مش هيأذيه، ولما بيلمس دماغه بترجع له كل الذكريات اللي نسيها من ساعة ما كان في تنظيم السماء مع يوكي، والمشروب اللي شربه خلاه ينسى حب حياته. وبيكون لاوتنج بيراقبهم من البؤرة السحرية وبيعرف كل اللي النمر قاله لباتونج، وكلم اتباعه البنات وهو متعصب وعرفهم انه مش هيسكت عن اللي حصل، وبيطلب منهم يجيبوا له البنت اللي بيحبها. ولما بيكون باتونج بيشتغل نادل في مطعم بتيجي تاي هي والجنود التابعين ليها وبتطلب منه اكل، لكنهم بيقعدوا يتخانقوا مع بعض لحد ما بتلاحظ ان في مادة خضراء بتنزل عليهم. ولما بيبص لفوق بيكون في وحش عملاق بعين واحدة بيراقبهم وبيهجم عليهم بكل شراسة، وبيقدر انه يخلص على بنتين منهم بكل وحشية بأبشع طريقة ممكنة، فبيحاصروه كلهم من كل مكان علشان ياخدوا حق اللي ماتوا. وفي اللحظة دي بتدخل يوكي هي كمان للمعركة بالأسهم وبتطلب منهم محدش يجي جنب عين الوحش ولا يحاول انه يخدشها، وبالفعل بيقدروا يسيبوه كلهم اكتر من مرة. وبتحاول يوكي تيجي من وراه وتخلص عليه، لكن الوحش بيلاحظ وجودها وبيكون على وشك انه يقتلها، فبيتدخل باتونج وبيحميها والوحش بيمسكه بدلها، ولكنه بيقدر يفلت منه وبياخدهم كلهم معاه وبيحاولوا انهم يهربوا من الوحش وبياخدوا طريق الغابة رغم ان كله عقبات وتكسير، لحد ما بيوصلوا المكان بيستخبوا فيه. وبنعرف ان محدش منهم معاه سلاح يقدر انه يخلص بيه على الوحش ده. وبتيجي لسوزي فكرة مجنونة انهم يستخدموا باتونج كسلاح لان شعره بيكون مدبب وحامي جدا، وبالفعل بيتعاونوا مع بعض وبيحدفوه ناحية الوحش وبيتمكن انه يخترق قلبه وبيخلص عليه. وبتروح يوكي لحد عنده وبتقرر انها تاخد عين الوحش ده معاها، وبتاخدهم وبيروحوا كلهم للمعمل الخاص بيها، وبتحط عين الوحش في آلة معينة وبتبدأ انها تتبخر بشكل غريب، وبيظهر مكانها كورة سحرية بعد ما اتبخرت عين الوحش بشكل كامل، واتبخرت كل الذكريات والاحداث اللي حصلت لما كانت مع باتونج في تنظيم السماء قبل ما يتحكم عليهم هما الاثنين بانهم يشربوا المشروب اللي ينسيهم الحب ويبعدهم عنه. وبيدخل باتونج في اللحظة دي وبيشوف الرؤية وبيفتكر كل حاجة وبيقرب منها وبيتأسف لها انه شرب من المشروب. بعد كده بيجتمعوا مع بعض من جديد، لكن مش بتكمل فرحتهم وبيدخل عليهم لاوتنج وهو بيكون في الاصل تنين بحر الشمال السام اللي بيهجم على باتونج بدون اي رحمة. وبتكون تاي بتتعارك بره المعمل مع اتباع لاوتنج المتحولين وبتحاول انها تتصدى ليهم وتوفر وقت الباتونج علشان يخلص على لاوتنج، لكنه بيكون قوي جدا لدرجة انه بيهجم على باتونج ويوكي في نفس الوقت وبيتصدى ليهم بكل حقد. وفي اللحظة دي بتكون تاي قدرت تتصدى لواحدة من بناته وبتقطعها بسيوفها، فبيتعصب جدا وبيقرر انه ينتقم، وبيستنى لما تاي بتهجم عليه بالسيوف وبيقدر انه يعكس اتجاه حركتها عن طريق سحره المظلم وبيخلي السيوف تروح في اتجاهها وبيخلص عليها بكل بشاعة. اما عن بنته التانية اللي شبه العنكبوت دي فبتقدر انها تخنق باتونج بالخيوط بتاعتها وبتعجزه في الارض لحد ما بيوصل لاوتنج وبيتمكن من باتونج بضربة قوية جدا في القلب. وبيكون الشرط الوحيد علشان ما يقتلوش ان يوكي تاكل حشرة معينة وبتكون خطيرة جدا لدرجة انها ممكن تخلي قلبها يتوقف، ولو حاولت تقاوم الحشرة دي بعد ما دخلت جسمها هتاكل لحمها وهتتسبب لها ألم لا يحتمل. وبتقرر انها تستسلم لهم علشان تنقذ حياة باتونج، وبيتم استخدام يوكي في انها تتقرب من الامبراطور وتحاول انها تغريه. وبيرجع باتونج وهو يائس للمعبد وبيحاول الكاهن انه ينظف له جرحه ويساعده، ولما بيبعد شوية بتجيله
بتجيله واحده من بنات لاوتنج وبتطلع هي التعبان اللي ساعدها قبل كده لما كانت صغيره، وبتاخد حجر سحري من بطنها وبتديه لباتونج وبتعرفه انه هيقلل من الامه شويه وبتسيبه وبتمشي. وفي اللحظه دي التمثال اللي في المعبد بيبدا انه يتكلم معاه وبيعرفه انه لو قدر يعمل 3 حاجات معينه طاقته وقوته هترجع له تاني في اسرع وقت ممكن، وال3 حاجات دول بيكونوا دموع من ناس اشرار، احترام شخص اصغر منه سنا، وانفاس من ناس اثناء الحب. والشرط الاساسي انه يحاول يعمل ال3 حاجات دول لوحده بدون مساعده من اي حد تاني. ولحسن الحظ بيكون باتونج عارف هيبدا المهمه دي منين، وبيروح هو والراهب بتاع المعبد عند الشخص اللي قدر ينقذه قبل كده من البلطجي وبيطلب منه يعمل معاه معروف. وفجاه بيدخل البلطجي مره تانيه، لكن المره دي مش لوحده وبيكون معاه رجالته، وبيعرف اهل المنطقه انه جاي المره دي علشان يجمع الديون اللي عليهم. ولما بيشوف باتونج واقف بيأمر رجالته يهجموا عليه، فبيتحمس باتونج وبيحاول يدافع عن نفسه، لكن مع اول لكمه من واحد منهم بيبدا يتعب وبيكون ناسي انه مش في كامل قوته، فبيتكتروا عليه وبيكون البلطجي على وشك انه ينهي حياه باتونج للابد. لكن بتتدخل مرات الراجل في الوقت المناسب علشان ترد الجميل وتحاول تنقذه، لكنه بيتعامل معاها بكل قسوه وبيسدد لها ضربه قويه جدا بتخليها تقع على الارض وبتبدا تنزف وهي فاقده الوعي. فبيتضايق جوزها جدا وبيهجم على البلطجي بكل شجاعه المره دي ومش بيخاف، وبيكون كده باتونج قدر انه يحقق اول مهمه من ال3 وهو انه يخلي حد يكسب احترام الذات. وبتبدا قوه باتونج ترجع فعلا تدريجيا، لكن لما الراجل بيلاحظ ان مراته ماتت بيلوم نفسه انه كان السبب وبينهي هو كمان حياته، فبيحس البلطجي بالذنب وبيبكي، وبكده بيكون حقق تاني مهمه وهو انه ينزل دمعه حد شرير. وبالفعل بيرجع جزء كمان من قوه باتونج، وبيكون كده فاضل له اخر مهمه ويستعيد قوته بالكامل. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف يوكي وهي مع الامبراطور بعد ما قدرت تقرب منه وعلاقتهم بقت كويسه، وبتطلب منه انه يغمض عينه وبتكون ناويه تسممه، لكنها بتتراجع وبتفهمه خطه لاوتنج. فبيشوفهم من بؤرته السحريه وبيقرر انه ينتقم منها وبيدق على الطبول، ومع كل دقه بتتألم يوكي جدا. اما بنته العنكبوت فبتكون قدرت توصل لمكان الامبراطور وبيهاجموها الحراس، ولكن ما بيكونش فيه اي فايده وبتتصدى ليهم كلهم بكل وحشيه. اما عن باقي الحراس فبيكونوا بره قصر الامبراطور في اشتباك شديد جدا مع لاوتنج، اللي من حركه واحده بايديه بيقدر انه يخلص على مجموعه كبيره جدا منهم وبيمحيهم من الوجود. وبتكون العنكبوت قدرت تسيطر على الامبراطور، لكن بيتدخل باتونج في الوقت المناسب وبيحاربها بالصولجان السحري بتاعه وبضربه واحده بينهي حياتها. وده بيثير غضب لاوتنج جدا وبيحاول يهجم عليهم، لكن الكاهن بيتحول لنمر تاني في اللحظه المناسبه وبيقف في طريقه وبيوفر شويه وقت لحد ما بينفذ الجزء الاخير من المهمه، وبيقدر انه ياثر على لاوتنج وبيجرحه جرح عميق جدا. فبيطلب من بنته تمد بقوه التعبان، لكنها بتعرفه ان ما بقتش تملكها لانها ادتها لباتونج. على الناحيه الثانيه بيكون باتونج مع يوكي بيهتم بيها، وللاسف بتكون حالتها اتدهورت جدا من بعد ما السم كان في معدتها 3 ليالي كاملين، وده طبعا اثر على وظائف الجسم بشكل عام. لكنها بتعرفه انها ما ندمتش ولا يوم انها حبته وفضلت تدور عليه لاكتر من 1000 سنه. ده غير انها سعيده جدا انها اخيرا لقته مره تانيه، وبتودعه بانفاس حب اخيره وبتفقد الحياه. وبكده يكون باتونج نفذ ال3 مهمات واستعاد قوته بشكل كامل. وفجاه بنشوف لاوتنج بهيئته الحقيقيه وبتكون عباره عن تنين عملاق قوي جدا، لكن بما ان باتونج فعل قوته بيقدر انه يعمل اكتر من نسخه لنفسه، وبيجمعهم كلهم مع بعض لحد ما بيكونوا شكل تنين مساوي لحجم لاوتنج، وبيهجموا كلهم لاوتنج في دفعه واحده وبيحصروه من كل مكان. وبتدور معركه شرسه جدا ما بين لاوتنج وباتونج بعد ما قرر يغير الخطه ويخلي كل النسخ بتاعته على شكل راجل ضخم وبيتحكم فيه بكل مهاره، وبيسدد ضربه قويه جدا للتنين بتفقده التوازن. فبيستغل الفرصه وبلكمه واحده عنيفه بيقدر انه يخترق لاوتنج وبينهي حياته وبيتخلص من شره للابد. وبيرجع باتونج بعد كده لهيئته البشريه، ولما بيروح يطمن على يوكي للاسف بتكون فعلا ودعت الحياه وبتتبخر قدام عيونه وبتطلع لقلعه السماء، ولكن بيقاوم باتونج فراقها لانه عمل الصح وقدر ينقذ العالم كله من روح شريره زي لاوتنج، وبيكون فخور جدا باللي عمله لانه اخيرا حقق العداله. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.